هنا راح نمدلك أهم المعطيات المتوفرة حول الرئيس وهاب مبولحي. اللي راهو يقولوا الرئيس اعتزل، الرئيس ما اعتزلش، الرئيس يلعب مع ترجي موسى غانم حاليا. نتكلموا على أهم الإحصائيات. المباراة الدولية شارك في أكثر من 100 مباراة رسمية مع المنتخب الوطني، وكان الحارس الأول بلا منازع لأكثر من عقد من الزمن، حب يقول أكثر من 10 سنوات. التصديات الحاسمة، اشتهر بكونه حارس المواعيد الكبرى، حيث قدم أداء إعجازيا وتصديات حاسمة، خاصة في مونديال 2010 و2014 وكأس إفريقيا للأمم 2019، وعام اللي حطت الحمامة على المرمى تاعو. الكلين شيت يعني نظافة الشباك، مباراة بدون أهداف. حافظ على نظافة شباكه في أكثر من 90 مباراة على مستوى الأندية والمنتخبات خلال طولة مسيرته. هذا الرقم خاوتي صعب، وصعب كثير للحراس المرمى. نهضروا على القيمة السوقية حاليا. القيمة السوقية الرئيس، قيمة السوقية حاليا 100 ألف يورو. كانت أعلى قيمة سوقية في البرايم تاعو في 2011 حيث بلغت 3 ملايين يورو. الألقاب والإنجازات التي حققها: كأس إفريقيا للأمم، توج بلقب التاريخي مع المنتخب الجزائري في مصر 2019 وحاز على جائزة أفضل حارس في البطولة. كأس العرب، حقق لقب كأس العرب في قطر 2021 وكان من أبرز المساهمين في التتويج للمنتخب. كأس العالم في نسختيه 2010 و2014 وحصد جائزة رجل المباراة في أكثر المواجهات التاريخية، أبرزها مباراة ألمانيا في مونديال البرازيل. هذا هو وهاب الرئيس مبولحي، ونتمناو العودة العاجلة للمنتخب بإذن الله تعالى.